صوت الطفل اللي تحت سريري مكانش إنسان. أنا مش من النوع اللي بيخاف بسهولة، بس اللي حصلي في الشقة الجديدة دي خلاني أشك في كل حاجة. أول أسبوع كنت حاسس إن في حاجة مش طبيعية. كل ليلة الساعة 3 الصبح بصحى على صوت طفل بيعيط، صوت طفل صغير بس مش طبيعي. الصوت بيجي من تحت السرير بالظبط. في البداية افتكرت إن عقلي بيتخيل، بس في يوم قررت أصور بالموبايل وأنا نايم. تاني يوم فتحت الفيديو وقلبي وقع في رجلي. كان في صوت نفس بارد وصوت خطوات بتمشي تحت السرير ببطء. قررت أعمل حاجة مجنونة، نزلت براسي تحت السرير وشغلت الفلاش وشفت وش طفل مش طبيعي بيضحك، عيونه سودا ومليانة دموع، بس جسمه مش ظاهر، كأنه طاير. ساعتها قفلت الكاميرا وطلعت أجري من الشقة. لما رجعت الصبح مع واحد صاحبي ملقيناش أي حاجة غير كلمة مكتوبة بالدم على الحيطة: أنا كنت بلعب معاك. من ساعتها كل يوم الساعة 3 الفجر بيجيلي إشعار من رقم مش معروف مكتوب فيه: ليه بطلت تلعب؟ لو وصلت لحد هنا يبقى انت قلبك جامد وبتحب الرعب فعلا. فضلا وليس امرا، اعمل لي لايك واشتراك واستنى اللي جاي مرعب اكتر، وقولي لو في قصة معينة عايز